ماما انتي هتموتي؟ اه يا حبيبي انا هموت وكل الناس هتموت. طيب لما هتموتي مين هيعمل لي الاكل؟ في وقت السؤال ده كان ابني حوالي 4 أو 5 سنين. مهم جدا لما أولادنا يسألونا أسئلة ممكن تكون صعبة شوية نبقى عارفين نرد عليها ازاي. أول حاجة بتكلم بنبرة صوت عادية جدا ما فيهاش أي تأثر أو دموع علشان ما نقلش أي مشاعر فيها خوف أو قلق للطفل. تاني حاجة برد على الأسئلة بوضوح جدا حسب سؤال الطفل، لا أزيد ولا أقل. كمان مهم تعرفي ان كل ما الطفل بيكبر اسئلته كمان في الموضوع ده بتكون ازيد واكتر واصعب لو ما ردناش عليها من اول مرة. تجاهلك للسؤال وعدم الرد عليه هيزود جدا من مخاوف الطفل وهيقلقه، بالتالي لو حصل وفاة الطفل مش هيكون ممهد ليه انه ازاي يتعامل مع الموقف ده، وممكن يدخل في صدمات نفسية احنا في غنى عنها لو معرفناش نتعامل صح فيها بعد كده. اكتبيلي في التعليقات ايه السؤال اللي طفلك بيسألهولك في الموضوع ده وما بتبقيش عارفة تردي عليه ازاي.